أهلا وسهلا بكم. معكم عبد الوهاب حفكوف، أحييكم وأرجو لكم مشاهدة طيبة. تحية بونية نوفمبرية أكتوبرية قدسية عربية إفريقية، تحية للأحرار في كل مكان. في هذه الحلقة الصريحة جدا سأتحدث عن تصريحين خطيرين. التصريح الأول أدلى به الرئيس الجزائري الذي أعلن فيه وفقا لصحيفة الوطن إغلاق الجزائر ملف بريكس نهائيا، مؤكدا بأن الجزائر أصبحت زاهدة في بريكس بهيئته الحالية. والتصريح الثاني ومباشرة بعد تصريح الرئيس الجزائري صدر عن بوتين، وفيه قال بأن الجزائر صديقة لروسيا، وقال بأنه يرغب في انضمامها لبريكس، وقال أن انضمام الجزائر مفيد. وبين التصريحين مسافة شاسعة ودخان يتصاعد وغيوم تتجمع في الأفق. دعوني أعلق على مغزى ما قاله الرئيس الجزائري، وبعد إشباع هذه النقطة سأعلق على تصريح بوتين. أولا، ما قاله الرئيس الجزائري أثلج صدري تماما، وأثبت مجددا بأن الجزائر دولة عزيزة لا تقبل بأنصاف الحلول والفتات، وأنها لن تطرق الأبواب مستجدية. الجزائر لا تحتاج لذلك. دخلت الجزائر روسيا والصين من باب الصداقة والأخوة، وستخرج من بوابة الكرامة مرفوعة الرأس. وأقصد طبعا الخروج من بريكس. الذنب ليس ذنبها، وعدم نضوج المجموعة الشرقية وقصر نظرها ليست مشكلة الجزائر، بل مشكلتها مشكلة المجموعة نفسها. ومن الجيد أن بريكس كشفت عن خوائها مبكرا، فالعالم فسيح ولا ينتهي خلف نافذة بريكس. لا نحتاج إلى الوقوع في أحضان نظام جديد غير ناضج، ونحن نهرب من نظام قديم. الدول الظامئة للانعتاق ليست بحاجة إلى أشباح تحاكي النظام العالمي القديم في هيئة رثة وعلى نحو أسوأ. إما أن نحصل على تغيير حقيقي، أو نشق طريقنا في هذا العالم بمنهجنا وأسلوبنا. قال الرئيس الجزائري إن الجزائر تبلي حسنا اقتصاديا دون بريكس، وهو محق. وأما قوله بأن بريكس بهيئتها الحالية لم تعد مثيرة لاهتمام الجزائر فهو بيت القصيد. هذه الجملة مشحونة بالكثير، وفي تقديري أنه قصد بأن الجزائر تشعر بالانقباض تجاه معايير المجموعة التي تنم عن الخواء، وتعادي الفكرة العزيزة التي دافعنا عنها، ألا وهي فكرة التغيير العالمي الذي يصطف لأجله المتمردون القدامى وثوار التغيير وصناع حركة عدم الانحياز. وصمنا دهرا وفطرنا على بصلة. إن موقف الرئيس الجزائري لا يتعلق بغضبه بسبب تعطيل انضمام الجزائر، هذه مشكلتهم ليست مشكلة الجزائر. هو على الأقل كان يعرف بأن قبولها سيكون بصفة مراقب، وما كان ليغضب لو خرجت الصين وروسيا وتجشمتا على الأقل عناء الشرح تعبيرا يعني لمكانة الجزائر. لو قالتا شيئا بسيطا يشرح للناس معنى التأجيل لقلنا حسنا، على الأقل لديهما أسباب وجيهة، ولكنهما تركتا الأمور عالقة، لأن قرارات بريكس اتخذت بعشوائية بأسلوب السمسرة، أثبتت غياب الرؤية والمنهج وسيادة روح السمسرة. لم يكن لدى روسيا والصين ما تقدمانه من شروح تشفي الغليل، فتواريا عن الأنظار. وعلى ضوء ذلك حق للرئيس الجزائري أن يرتاب في بريكس ويعلن إغلاق الملف. مشكلته في العمق لا تتعلق بالبت في موضوع انضمام الجزائر. هو يعرف أن القبول قادم، ولكنه باختصار لا يشرفه أن يكون عضوا بمجموعة تخضع لمعايير غير شفافة
تذب أعضاء لا يمثلون روح التغيير الذي لطالما حلمت به الجزائر عقودا. كانت صدمة. لقد شبعنا من الأحلام المؤجلة، وشبعنا من المواقف المشوهة والحيل السخيفة. بعد صدمة بريكس مارسنا الكثير من جلد الذات، والقصة بسيطة. لم تكن الثقة والمواقف الداعمة للأمل ذنبا، كانت أمور نبيلة، ولكن المشكلة في المجموعة وفي أنبياء الأكذوبة الجديدة. وما يحزنني بشكل خاص الشعب الجزائري برمته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وقف بقوة مع روسيا، وانتظرها طويلا فيما كان يسخر الناس من أدائها في بخموت. وجد كل التبريرات لروسيا. وقف الشعب الجزائري مع روسيا، حتى الجزائر بشكل رسمي مع روسيا في الأمم المتحدة، رفضت إدانتها، قاومت الضغوط الغربية الهائلة، وتوجت ذلك بزيارة تاريخية قام بها الرئيس الجزائري لروسيا. وهناك أعلن الرئيس الجزائري أن الجزائريين ولدوا أحرارا وسيعيشون أحرارا. ماذا كانت تريد روسيا أكثر من ذلك؟ أن ترسل لها الجيش الجزائري ليحارب النيابة عنها في بخموت. وماذا قدمت روسيا لإفريقيا؟ فاغنر، بضعة أسلحة. أنا لا أستهين بعلاقة الجزائر والدول الإفريقية بروسيا، لا على الإطلاق، ولكن نستحق أفضل من فاغنر وقاذورات روسيا. يجب أن يكون ذلك واضحا. نحن وطنيون جدا، ولا نقبل بأن نكون مسرحا لتجارب فشلت في روسيا نفسها. لم يحاول الفاغنريون الاستيلاء على موسكو. إنما قاله الرئيس الجزائري مريح في كل الأحوال، ويحسم الجدل ويشق طريقا جديدا لا مكان فيه للالتباس. شؤون الأوطان ليست مسرح للالتباس. أرجو أن تكون المصادر محقة في كل الأحوال. يتعين فقط أن تثق الجزائر بنفسها وتؤمن بقوتها، لأنها فعلا قوية وخياراتها كثيرة. هذا صراعهم، هذه مشاكلهم تنهكهم. الجزائر ليست لديها مشكلة تستطيع أن تستغل العالم. خياراتها كثيرة بعيدا عن بريكس. وأنا من المؤمنين بأن روسيا حتى لا تستطيع منافسة الجزائر في إفريقيا. والله صدقوني الجزائر أكثر قدرة مما يتصور كثيرون. خذ على سبيل المثال مشروع ميناء الحمدانية الضخم الذي من المتوقع أن يكون من أكبر الموانئ العالمية. سيربط الاقتصاد الجزائري بإفريقيا، سيجعل الجزائر منطقة تجارية ساخنة. حدث ولا حرج عن المشروعات الأخرى، مثل مشروع غار جبيلات الضخم، صناعة السيارات بالجزائر التي تزدهر بشكل مذهل. امنح هذه المشروعات بضعة أعوام وستصبح الجزائر معجزة إفريقيا. أنا والله لا أقولها مجاملة، أعني ما أقول. بعض الناس لا يفهمون إيقاع النهضة الاقتصادية، يتوقعون حصاد الثمار بين عشية وضحاها. ولكن أرجو أن يطمئنوا، النهضة الجزائرية حقيقة لم تستطع وسائل الإعلام التعبير عنها بما يليق. نحن لا نبالغ. ازدهار الجزائر الذي عبر عنه الرئيس الجزائري بإيمان هو الذي يمنح الجزائر الثقة، هو ورقتها الرابحة. وسأتحدث بنهاية الحلقة عن خيارات الجزائر الأخرى، وأخصها الاستثمارات الأوروبية. لكن قبل أن أنتقل إلى الحديث عن تصريح بوتين، يجب أن لا تفهموا بأن إغلاق ملف بريكس يعني بأن العلاقة مثلا بين الجزائر مع دول بريكس مع روسيا والصين ستتدهور. لا على الإطلاق، لا. هذه أمور دولية معقدة. نحن نتحدث في جزئيات بعينها. ستبقى العلاقات، ولكن زالت تلك القشرة الرقيقة. الفرصة لدى الجزائر وليست لدى روسيا. روسيا تدير الصراع، لديها مشكلات غارقة في مشاكل عويصة مع الغرب. الجزائر لديها فرصة. هذه المشكلة نفسها، مشكلة الآخرين، قد تكون فرصة لدولنا. قشرة المجاملات الآن انتهت. ستبحث الجزائر مستندة إلى عدم انحيازها عن مصالحها العليا. ستوطد علاقاتها مع الغرب خدمة لمصالحها، تماما كما ستحرص على علاقاتها مع الدول الشرقية بدون مجاملة وبدون ذنب. وأما بالنسبة لتصريح بوتين فلقد تحدث مباشرة بعد تصريح الرئيس الجزائري. بمعنى آخر، تم إبلاغ بوتين بأن الجزائر غير سعيدة، وقررت إغلاق ملف بريكس.
وطبعا أيضا أخبار التفاوض في بروكسل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كلها أشياء مقلقة بالنسبة لهم. قال بوتين مستشعرا القلق أن الجزائر صديقة تقليدية، بين قوسين تقليدية، حلو، وأن روسيا ترى أهمية انضمام الجزائر لبريكس، وقال كلاما عجيبا عن إدخال الجزائر لبريكس دون إثارة الخلاف. ألم تسمع أن بوتين تبون عفوا أغلق الملف على أي حال؟ قال دون إثارة الخلاف مع دول المجموعة، موحيا بأن ثمة أطراف داخل المجموعة هي التي أعاقت انضمام الجزائر، وفي ذات الوقت مبرئا ساحة روسيا من ذنب الإعاقة. وفي سياق متصل صرح نائب وزير الخارجية الروسية وقال عضوية الجزائر بمجلس الأمن ستعزز مجلس الأمن. بصراحة لا أشتري هذا الكلام، وبصراحة أكثر جاء متأخرا جدا، ولا معنى له، لم يعد له معنى على الإطلاق. هذه التحركات الروسية تترجم فقط القلق الروسي. كان بوتين يعلم علم اليقين أن الجزائر اجتهدت للانضمام لبريكس، وأن الرئيس الجزائري طلب منه في لقاء مصور مساعدة الجزائر في الانضمام. حليف يطلب من حليف، أمور عادية. قصد الرئيس الجزائري مجاملة بوتين ومنحه الإحساس بقيمة دور روسيا في تأمين الموافقة، ولربما فعل ذلك لأنه استشعر أو يعلم عدم قيام روسيا بما يكفي لتسهيل إجراءات القبول. إذن لا مجال للتظاهر بأن بوتين لم يكن يعرف حساسية الموضوع، وكصديق للجزائر وتقديرا لمكانتها كان يتعين على بوتين أن يقول شيئا ما مريحا تزامنا مع انعقاد قمة بريكس، ولكنه لم ينبس ببنت شفا، صمت. وأخشى أن أقول إن صمته لم يكن مريحا، ولربما انطوى على بعض التشفي. روسيا قد تخفي إسقاطا ذاتيا بسبب مراراتها مع الغرب، ولربما لم تكن سعيدة بأن الجزائر استفادت من الصراع القائم بين روسيا والغرب. هذه ناحية عاطفية لا معنى لها في العلاقات الدولية. الدول مجبولة على استغلال الفرص لا تضيع هكذا وتترك، وروسيا بالذات بارعة في ذلك، تعرف كيف من أين تؤكل الكتف. ورغم ذلك يمكن القول بطمأنينة بأن الجزائر تعاملت بالنبل وراعت المصالح الروسية، وكان بإمكانها القيام بالكثير، بل إن بعض الدوائر الغربية شعرت بالامتعاض من مواقف الجزائر، وكانوا يتصورون أن الجزائر ستفكر فقط من منظور المصلحة. ولكن القيود المبدئية جعلت الجزائر تتريث في كل شيء. لم يحدث ذلك قط، دائما راعت مصالح الآخرين. ولكن القلق الروسي الآن في كل الأحوال سببه الخوف مما يمكن أن تقدمه الجزائر لأوروبا، وخوفها من العراقيل الاستراتيجية التي يمكن أن تتسبب بها الجزائر في المضمار الإفريقي بالذات. لهذا تحدث بوتين متأخرا وحاول تبرئة ساحة روسيا، وهو يحاول التشويش مجددا وإرباك الخطط الجزائرية التي تم رسمها هذه المرة بواقعية وبعيدا عن المشوشات والخزعبلات البريكسية الروسية. تصريح بوتين المتأخر يعيد إلى الأذهان تصريح قديم أدلى به لافروف، وأنا أقصد هنا التصريح الأول وليس التصريح الآخر، عندما قال بأن الجزائر تتمتع بنفوذ جيوسياسي كبير، وأن الغرب يجب أن لا يمارس الضغط على الجزائر وأن يتركها وشأنها، وتحدث بلهجة يقينية بأن الجزائر كونها قوة اقتصادية واعدة ستنضم إلى بريكس وستلعب دورا رائدا في قيادة العالم نحو التغيير. والآن بأثر رجعي فهمنا سر تصريح لافروف وقتئذ. لم يكن دفاعا عن الجزائر، بل كان محاولة للتوريط والتشويش مقصودة، وظف بحذاقة لاستغلال
الفطرة الجزائرية المجبولة على التمرد على النظام الأحادي. كان تصريح لافروف وقتئذ تعبيرا عن القلق الروسي ونقدا خفيا يتدثر بثوب الصداقة، حاولوا فقط للتشويش. وأما تصريح لافروف الثاني فلقد كان مستفزا وبشكل عمدي، كان بإمكانه أن لا يعلق على الإطلاق، ولكنه فعل ذلك بشكل عمدي تنفيسا عن المرارة والإحراج الجزائري. قال لافروف بأن معايير الاختيار للانضمام لبريكس متصلة بالنفوذ الجيوسياسي وتناغم هذا النفوذ مع المجموعة. كلام غريب. بذلك نقض لافروف نفسه وكشف أن روسيا تحمل في الواقع مرارة عاطفية، واعترف بطريقة ما أن روسيا تنظر للجزائر بأنها غير متناغمة مع المجموعة الجيوسياسية. هكذا تبدأ المجموعات، هكذا يكون التغيير. هذه أكذوبة مثيرة للسخرية. ومن تكون روسيا لكي تقرر المعيار والنفوذ؟ نحن تعاطفنا مع روسيا لأننا اعتبرناها شريك في التغيير العالمي. هل المعيار يتمثل في الإمارات وإثيوبيا؟ كان تصريحه فضيحة، كشفت رغبة روسيا رغبة دفينة في الواقع لإحراج الجزائر، وكان حري به أن يدافع عن الجزائر ويعتذر لعدم انضمامها. كنا نتوقع منه أن يعلن للملأ بأن روسيا غير سعيدة بعدم انضمام الجزائر وأنها فعلت كل ما بوسعها وتتأسف لما حدث، ولكنه تعمد الإساءة. ومن يدافع عن روسيا ويجد لها الأعذار في هذا الشأن بالذات فهو يعيش في حالة إنكار. أنا شخصيا عشت هذه الحالة ثم تغلبت عليها في المحصلة. والآن يأتي بوتين بتصريحه التبريري وكأنما الجزائر ستتهافت عليه. أخطأ بوتين وتأخر كثيرا ولم يعد لتصريحه أي مغزى. دعه يذهب إلى الإمارات ويسألها عن مشروع الممر الذي سيدعم الغرب، ودعه يذهب إلى السعودية التي تعد العدة لإبرام اتفاقية دفاع استراتيجية ستبدد أحلام روسيا. قادة السعودية أذكياء، استخدموا روسيا كطعم لاصطياد أمريكا ونجحوا في ذلك. وهم يعرفون أن اقتصاد روسيا لا يضاهي اقتصاد ولاية أمريكية واحدة. لقد دعمت هذه القناة بوتين، لست نادما على ذلك. ودائما في سياق صراعها مع الغرب هناك مبادئ لن أتخلى عنها. فعلت ذلك عندما كان الدعم بالمناسبة صعبا للغاية في بلد تحارب روسيا. ودعك من الموقف الرسمي الجزائري، وقف الشعب الجزائري بقوة مع روسيا، وكان يستحق من روسيا أن ترقى إلى مستوى هذه المواقف. وأنا من نفس المنبر، وفيما لا أرغب في التجني على روسيا، إلا أنني أطالب كل الأحرار أن يتعاملوا مع روسيا وفقا لمنهج الشك، أن لا يضيعوا دقيقة من وقتهم في محاولة البحث لأعذار لروسيا. هذا هو الأمر. لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. المواقف الواضحة لا تحتاج إلى عناء في فهمها، بل الألغاز هي التي تنبهم على أذهان الناس. يجب أن تتجاهل الحكومة الجزائرية في تقديري تصريح بوتين، لا قيمة له. كما قلت، سيعرف الجميع قيمة وخطورة الجزائر فقط لو استمرت الآن في سياسة عدم الانحياز 100%. جزائر لا شرقية لا غربية، بل جزائرية 100%. هذا هو الشعار. يجب عدم تدليل روسيا وإيجاد الشفاعات لها. نحن مع مصالح أوطاننا. بوتين لم يقصد الاعتذار، بل يخشى من اجتماعات بروكسل، ولقد أخافه تصريح تبون وجعله يشعر بأنه فقد الورقة الأخيرة. الآن ليس لدى بوتين ما يمن به على الجزائر، وليذهب بريكس إلى الجحيم. هذا يقودنا إلى أوروبا. وإذا كان بريكس جحيما فهذا لا يعني أن أوروبا فردوسا، والجزائر تعرف ذلك جيدا، ولكنها هذه المرة ذهبت إلى بروكسل متحررة من قيود المجاملات. ونتائج الاجتماع كشفت أن الجزائر على موعد مع استثمارات أوروبية كبرى، خصوصا في مجال الطاقة. والاستثمارات تبدأ بالطاقة وتتوسع تدريجيا. وقت سيخدم الجزائر. فهمت الجزائر العقدة الأوروبية وأعلنت تخصيصها مبالغ
كبيرة، استثمارات ضخمة للحد من انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة. وبالمقابل أعلنت أوروبا التزامها بضخ الاستثمارات لتطوير الصناعات الرائدة خصوصا في مجال الطاقة وغيرها طبعا. وتحدثت بالأمس عن إقرار أوروبا بأن الجزائر تمثل شريكا استراتيجيا موثوقا، وأنها ترغب في توسيع رقعة الشراكة. بمعنى آخر، أوروبا تريد المزيد من إمدادات الطاقة، وهي مستعدة لتقديم المزيد للجزائر. ولن يطول الوقت في تقديري قبل أن تصبح أو تتربع الجزائر على عرش الطاقة في أوروبا. إنها مسألة وقت. كل الأمور تؤدي إلى ذلك. مشكلة روسيا والغرب لا تعنينا كثيرا. كما قلت، أنا من مدرسة الواقعية السياسية وتهمني إفريقيا. أوروبا لا تريد الشراكة مع روسيا، هذه مشكلتهم. على الجزائر لا تضيع وقتها. في كل الأحوال الطبيعة لا تقبل الفراغ، أحدهم سيأتي وسيملأ هذا الفراغ. هكذا تفكر الدول لا قلب لها. على الجزائر لا تضيع وقتها في فهم أسباب الصراع وغيره، فهي لم تتسبب فيه، ولديها مخزونا ضخما سلعة يحتاجها السوق الأوروبي، وعليها أن تبيع هذه السلعة. هذه هي وظيفة الدولة والتزاماتها تجاه شعبها. وقد تحدث لافروف عن النفوذ الجيوسياسي لدويلات صغيرة انضمت لبريكس. دعه الآن يختبر كيف يكون النفوذ الجيوسياسي للجزائر مرا كالحنظل. وللحديث بقية. شكرا لكم على المشاهدة.